بيبدأ فيلمنا ببنت اسمها لوسي، وبتبقى بتحب السهر ومقضياها بالطول والعرض، وبتكون واقفة مع صديقها ريتشارد قدام مدخل فندق، وهو عمال يقنعها انها تاخد الشنطة اللي هو شايلها وتسلمها لواحد اسمه مستر كانج، وبيقول لها انتي مش هتعملي حاجة غير انك هتدخلي الاستقبال وتسألي عليه وهو اللي هينزل وياخد الشنطة. وبتسأله وبتقول له ايه اللي في الشنطة، قال لها انه ما يعرفش، هو جاي يسلمها وخلاص. فبتقول له على كده واخد فلوس، بيقول لها واخد $1000 وبيعرض عليها نص المبلغ، لكنها بترفض وبتقرر انها تمشي وتسيبه. فبيكلبشها في الشنطة علشان يحطها قدام الامر الواقع، وبتتخانق معاه وبتقول له فك الشنطة من ايديها، لكنه بيرفض وبيقول لها ان المفتاح مع مستر كانج، وبيديها فعلا $500 وبيقول لها ما تتأخرش، وبيقف يستناها بره. وفعلا بتدخل الفندق ومعاها الشنطة وبتروح على الاستقبال وبتسأل عن مستر كانج، وبيقول لها اقول له مين؟ قالت له من طرف ريتشارد اللي بيكون واقف مستنيها فعلا بره، وبيسألها عن اسمها هي، فبتقول له لوسي. فبيقول لها ان هو نازل ليها وبيعرفها تستناه وما تروحش في اي مكان، وبيبان عليها القلق. وبينزل لها رجالة مستر كانج وبتبص على ريتشارد لكنه بيتقتل قدام عينيها، وبتتفزع وهم بياخدوها معاهم، وبيدخلوا الاسانسير وهي هتموت من الرعب، وبيطلعوا بيها وبيكونوا شايلينها، وبتدخل الجناح الخاص بمستر كانج وبتشوف الجثث مرمية على الارض، فبتعرف ان هي وسط عصابة، وبياخدوها وبيقعدوها وبيقفوا حواليها. وبيخرج لها مستر كانج اللي شكله كان بيخلص على حد جوه، وبيغسل ايده وبيبص على لوسي اللي عمالة تقول له انه ياخد الشنطة ويسيبها، وتقول له لو ملقاش المفتاح يكسر الشنطة عادي وبلاش يقطع ايديها علشان مرعوبة منه وما عملتش حاجة. وبياخدها وبتبقى هتموت فعلا من الرعب، لكنهم بيقعدوها قدامه، وهو بيمسك التليفون وبيطلب مترجم علشان يكلمها ويتكلموا في التليفون. وبتقول له عرفه انها ما عملتش حاجة، وان صديقها ريتشارد اللي قال لها تدخل هنا وهو اللي سلسلها في الشنطة وطلب منها انها توصلها له بس. وبيقول المترجم ايه اللي قالته لمستر كانج، وبيعرفها انه عايز يعرف ايه اللي جوه الشنطة. فبتقول له انها ما تعرفش الشنطة فيها ايه، فبياخد قلم وبيكتب لها الرقم السري بتاع الشنطة، وبيقوم من قدامها وكل رجالته كمان بتبعد عنها، وبيمسكوا ساتر تحسبا لو في انفجار. والمترجم بيقول لها تفتح الشنطة بالكود اللي معاها، وطبعا منظرهم لوحده يحسسها انها هتنفجر لو فتحتها، لكن كانج بيتعصب فالرجالة بترفع السلاح في وشها، فبتخاف وبتقول لهم خلاص هفتحها، وبتجمع قوتها وبتدخل الاكواد وبتفتح الشنطة وما بيحصلش حاجة، وبتعرفهم محتويات الشنطة، وبتكون عبارة عن 4 اكياس فيهم مسحوق لونه ازرق. فبيطمن مستر كانج وبيرجع يدخل وبيقول لرجالته خلاص ينزلوا اللي شايلينه، وبيروحوا وبيشوفوا الشنطة واللي فيها فعلا زي ما هي قالت لوسي، وبيفتح كيس وبيطلع منه شوية صغيرين وبيديهم لواحد عنده، فبيجيله تشنجات وبيغمى عليه، ومفعولها بيكون شديد جدا عليه، ولما بيفوق بتجيله حالة هستيرية من الضحك. بس مستر كانج بيقتله عادي، وطبعا لوسي بتترعب جدا، وبياخدوا الراجل وينيموه جنب اخواته اللي لسه قاتلينهم. وبيجي مستر كانج وبيعرض على لوسي وظيفة، وطبيعي انها ترفض بس بيضربوها. وبنروح للبروفيسور صامويل واللي بيتكلم عن العقل البشري اللي ميزه ربنا سبحانه وتعالى بانه غير باقي المخلوقات، مع انه بيستخدم 10% بس من القدرة الدماغية اللي عنده، ومع ذلك شوف كم الانجازات والتطورات اللي الانسان وصل لها. وبنرجع تاني عند لوسي اللي بتفوق وبتلاقيهم عملوا لها عملية جراحية وفتحوا بطنها، وبيدخل عليها واحد من رجالة كانج وبيقول لها تلبس هدومها وتروح معاه، وبتبقى مش مستوعبة ايه اللي حصل، وبياخدوها وبيودوها عند كانج وبتسأله عملوا فيها ايه. فبيدخل واحد وبيقول لها ولا حاجة، هم كل اللي عملوه انهم حطوا كيس من المخدر الازرق في بطنها علشان تروح بيه اوروبا. بتسأله مخدر ايه، قال لها ده مخدر جديد اسمه H4، لكن وهو بيكلمها بيدخل عليهم 3 تانيين هيتعمل فيهم نفس اللي اتعمل معاه، وبيمسك كانج جوازاتهم الجديدة وبيديها لواحد من رجالته علشان يوزعها عليهم، وبيفهمهم انهم بمجرد وصولهم رجالتهم هناك هتقابلهم وتاخد الامانة منهم وتديهم اتعابهم، وبياخدوهم وبيمشوا. بتبقى لوسي متغمية وعمالة تتكلم وتطمن نفسها، وبتقول لنفسها انها لازم تقدر وتكسب وقت على قد ما تقدر لحد ما يوصلوها المطار على الاقل، لكنهم بيشيلوا الغمامة من عليها وبتبقى في مكان غريب هم سايبينها فيه لحد ميعاد الرحلة، وبيقيدوها في الحيطة، لكن الشخص اللي واقف قدامها بيبقى عايز يتحرش
بيها، فهي بترفض، ولما بترفض بتجرحه في صوابعه فبيضربها وبيوقعها على الارض، وبيضربها برجله في بطنها، لكن زميله بيشده وبيخرجه بره علشان ما يموتهاش وهم لسه محتاجينها، وجرحها بينزف لكن جسمها بيبدأ يتنفض، وبيكون كيس المخدرات اتفتح في بطنها وبدأ يمتزج بدمها حتى لون عينيها بيتغير، والمخدر بيمشي في كل حتة في جسمها، وبتترعش وبيحصل لها حاجات غريبة وغير طبيعية، وبتتحرك جسمها على الأرض وعلى الجدران زي ما يكون الغرفة بدون جاذبية، والمسحوق عمال يوصل ويتحكم في كل جزء في جسمها، وبيبقى النشاط الدماغي بتاعها وصل ل 20%، واللي كان بيتكلم عنها عنوان البروفيسور صامويل، وبيقول لو الإنسان قدر يوصل ل 20% من قدرته الدماغية هيقدر يتحكم في كل خلية عصبية جوه جسمه. وبتسأله طالبة وبتقول له طب لو اتحكم في ضعف الرقم ده يعني 40%، قال لها كده يقدر انه يتحكم في الأجسام اللي قدامه، وبيعرفها ان كل ده افتراض وما حصلش قبل كده غير في أفلام الخيال العلمي. وبنرجع تاني لعند لوسي اللي بتفوق وبتبقى غريبة مش طبيعية، وبتقوم بتقعد على الكرسي وبتبقى عاملة زي التمثال، وبيدخل عليها واحد من العصابة بتبتسم له، وعلى طول بيحس ان هو جامد ومعجبة بيه، وبيسيب المفتاح والمسدس على الترابيزة وبيروح لها وبيقرب منها فبتمسكه وبتقلعه الحزام وبتطيره لبعيد، وبتشد الترابيزة بالحزام وبتاخد المسدس وبتفك نفسها وبتخرج، وبيبقى في 5 من العصابة قاعدين وبتقتلهم في 5 ثواني، وبتقعد وبتاكل بطريقة غريبة مش طبيعية، وبعد ما بتخلص أكل بتتفاجئ إنها اتصابت برصاصة، فبتخرجها عادي وبترميها، وبتقوم وبتاخد الأسلحة بتاعتهم في شنطة وبتخرج من المكان، وبتلاقي 2 واقفين جنب تاكسي، فبتسأل مين اللي بيتكلم إنجليزي، واللي ما بيعرفش بتقتله، وبتطلب من اللي بيتكلم إنه يوديها مستشفى، وبتركب معاه وبيقف في إشارة، وبتبص للناس وبتبقى سامعة اللي على طرف التاني من السماعة في التليفونات اللي بيتكلم معاها، وبيوصلوا للمستشفى، وبتنزل من العربية وبتدخل، وبتبقى عايزة تروح غرفة العمليات، وبتبقى ماسكة المسدس في ايديها، وبتدخل غرفة العمليات وبتروح تبص على الإشاعات والفحوصات بتاعة المريض اللي بيعملوا له العملية، والدكتور بيطلب منها الخروج فورا، بس بترفع مسدسها وبتقتل الحالة وبترميها على الأرض، وبتقول للدكتور إنه ما كانش هيقدر ينقذه لأن الورم اللي في مخه كان وصل للنخاع الشوكي، وكده كده كان ميت، وبتقول إن في حد حط لها كيس مخدر في معدتها وعايزة تطلعه، فبيطلب تنزل المسدس علشان يقدر يفحصها، وبتاخد منه التليفون بتاعه وبتتصل على أمها وبتطمن عليها وبتتكلم معاها، وبتقول لها إنها حاسة بكل حاجة لدرجة دوران الكرة الأرضية، وحاسة كمان بالدم اللي بيجري في عروقها، وحاسة كمان بالذاكرة بتاعتها قوية جدا، وبتفتكر التفاصيل كلها حتى بتاعة الطفولة، وطبعا أمها ما عندهاش رد لأي حاجة هي بتقولها. بيكون الدكتور بيخرج كيس المخدر من بطنها واللي بيبقى لسه فيه أكتر من نصه، وبتعرف الدكتور بإنه مادة H4، فبيقول لها إن جسم السيدة الحامل بيفرزه بكميات ضئيلة جدا وهي في شهرها السادس علشان يدي الرضيع طاقة رهيبة تساعده على تكوين العظام بتاعة جسمه، لكن أول مرة يسمع إنهم صنعوه فعليا، وبيعرفها إذا كان هي نفس المادة اللي مشيت في جسمها، فهو بيستغرب من إنها لسه عايشة، وبتخرج من المستشفى وبتبص لشجرة قدامها وبتشوف كل الخلايا الحية اللي في جسم الشجرة، في الوقت اللي بيكون مستر كانج قاعد قعدة استرخاء، وبتوصل لوسي الفندق وبتطلع وبتقتل اللي قدامها، وصل بيها الحال إنها بتقتل رجالته اللي ورا الباب، وبتدخل على كانج اللي مش دريان بحاجة، وبتطلع خنجرين وبتثبت إيده في الكرسي اللي قاعد عليه، وبتسأله عن ال3 التانيين اللي شايلين المخدر في بطنهم، وبتعرفه إنها محتاجاهم ضروري، ولما ما بيتكلمش بتمسك دماغه وبتوصل لمكان الذاكرة عنده، وبتشوف الأول اللي مسافر لبرلين والتاني اللي سافر لباريس، أما التالت رايح على روما، وبتسيب دماغه وبتسيبه وبتمشي. لو عجبك الفيلم دوس لايك واشتراك بالقناة، واكتب لنا في الكومنتات انك عاوز تشوف باقي الفيلم وتعرف مغامرات لوسي مع الدكتور صامويل وهتعمل ايه مع العصابة.